السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الفطير المشلتت بطريقه سهله وسريعه جدا. مش هتتعبكم ولا رق ولا حاجات من دي، يعني حاجه سهله كده وهتطلع مورقه زيها زي اللي بالرق بقى ونتعب، لكن ده هتلاقي الفطير السريع ومش هيتعبك خالص. معانا كيلو دقيق، معانا معلقه ملح كبيره، معلقتين سكر. هنضيفهم كده ونقلبهم حلو مع الدقيق، وبعد كده بنضيف شوية شوية بالمية عشان العجينة بتاعتنا نعرف نتحكم فيها يعني. معانا اهو هنقلب الدقيق بالمية، بنكب بشوية على حسب، يعني اصل كل دقيق ما ينفعش اقولك مثلا هيحتاج كوبايتين 3. كل دقيق وليه يعني الامتصاص بتاعه، طبعا انتوا ادرى مني. فهنلف العجين كده، دي مرحلة مهمة جدا. دي العجن اهم حاجة، تعجين الفطير حلو قوي عشان يديك الفردة لما تبقى تفردي الفطيرة تبقى حلوة معاكي. معلش اسفة. دلوقتي معانا دهنا الرخامة زيت، هنقعد نعمل فيها كده، نعجن فيها حلو قوي لحد اما العرق بتاعها يبان، يعني العجين ينعم معاكي في ايدك خالص كده. لو معاكي عجان يبقى اسهل لك طبعا بكتير، بس انا حبيت اعمله كده بايدي عشان اللي ما عندوش عجان يبقى بالنسبه له برضو عادي وسهل. عجننا العجين اهو، معلش مصوره الفيديو بالطول مش بالعرض. هندهن اي حاجه عندك كده زيت عشان تركنيها شويه. هنعمل الفطيرة، يعني الكيلو ممكن تعمليه على فطيرة واحدة، وممكن تعمليه على 3، ممكن تعمليه على ده انا الكيلو عاملاه على 4 فطاير، وطلع معايا الفطيرة كبيرة وحلوة جدا. هنعمل كرة صغيرة، الفطيرة عبارة عن كرة صغيرة وكرة كبيرة، يعني كرتين من العجين، كرة صغيرة وكرة كبيرة. انا عملت 4 فطاير اهو، كرة صغيرة وكرة كبيرة. نعملهم كده وتدهن الوش بتاعهم زيت، وتغطيهم بشنطة بلاستيك وتركنيهم بقى ساعة 2 3 على حسب بقى ايه. انت هتعمليهم، كل ما تريحيه كل ما احسن، يعني كل ما تريح الفطير هيديكي الفرد بتاعه هيبقى بسهولة وحلو قوي. ريحناهم اهو، انا ريحتهم يجي ساعة كده، وهنبتدي بقى الفرد بتاعهم. سيحنا الزبدة معانا، ده زبدة فرن مع شوية زيت، يعني ربع كوباية زيت على مثلا الكوبايتين زبدة. هي والله مش بتاخد زبدة كتير ولا حاجة، مش زي بقى الناس اللي بتغرق زبدة. لا، احنا مش عايزين بقى الدهون الكتير والحاجات دي. احنا هنفرد اهو دي اول حاجة، فهنفرد فيها الفطيرة الصغيرة الصغيرة. تفرديها كده، ولو اتقطعت منك عادي مفيش مشاكل، كله بيتلم في الاخر مش بيبان يعني. اهي معلقة كده بتحطيها على العجينة وتفرديها بايدك كده، نفس الخطوات دي. انا مش بكتر زبدة خالص. هنقطع كده، بصي التقطيع كده من الناحية دي والناحية دي قصادها، تقطعي كده قصاد بعض. هنلم كده برضو على بعض ونروح لمنها كده، وبعد كده نلم التانية عليها ونقفلها حلو، وهكذا على بال ما تخلصي الفطيرة كلها كده بكل سهولة معاكي، ولا تستهلكي زبدة كتير ولا اي حاجة. كده عملنا الفطيرة الصغيرة، اول فطيرة دي الحجم الصغير من الفطيرة. هنعمل بقى الكرة الكبيرة. طريقة سهلة ومش تاخد منك اي وقت ولا اي مجهود. بما انه عندي انا اولادي
كانت ستهم الله يرحمها ويغفر لها، ادعوا لها يا بنات ربنا يكرمكم. كانت بتجيب لي الفطير كده لما تيجي تزورني من السنة للسنة، تجيب لي الفطير وبشيله في الفريزر. بطلع للولاد يعني وكده، كانوا بيموتوا فيه. فلازم يعني نتحايل على امورنا. انا ما كنتش اعرف اعمل الفطير خالص، ف يعني بقيت اعمله واتحايل على الامور عشان انا ما بش بعرف ارق خالص. ف يعني حبوه بقى من ايدي، مش زي طبعا بتاع والدتي الله يرحمها ويحسن اليها، بس ايه حلو، هيعجبكم جدا. حطينا الفطيرة الصغيرة على الفطيرة الكبيرة كده، نغطيهم كده يعني بالواحدة اللي قطعناه ده قصاد بعض، زي ما انت كده شايفة بكل سهولة. كده عملنا الفطيرة كلها. هنجيب بقى صينية، هتطلع مورقة وجميلة جدا ونافخة كده في الفرن، حاجة تحفة. اهو دهنا الصينية من اللي احنا مسيحينه الزبدة على الزيت، وتعملي هتلميها كده وتحطيها في الصينية وتسيبيها بقى تريحيها مش اقل من نص ساعة. عاوزة تحطيهم في الفرن في التلاجة او تسيبيها من بره عادي، مفيش في اي مشكلة. انا بسيبها من بره عادي في حدود نص ساعة عشان تعرفي تفرديها. هعمل لكم برضو الفطيرة التانية كده عشان البنات الصغيرة اللي ما يعني تاخد بالها وتعملها بكل سهولة. اي نوع دقيق عندك مش بيقول لا يعني. اهو معلقة زبدة، نعملها كده نفردها بايدنا. الفطير طبعا لا حر ولا شتاء ولا صيف، اولادنا بيحبوه وعادي خالص. تعمليه كده في يوم مثلا مفيش اكل، مع جبنة قديمة، مع عسل اسود او عسل ابيض على حسب ما بتحبي، وبيض، يعني تشكلي جنبه بيبقى تحفة. وبالذات دلوقتي البطيخ بقى حاجة كده يعني ترطب على صدرنا. لزقت منك عادي او بتلزق مني من تحت الرخامة، كانتش مدهونة حلو عادي خالص، مفيش اي مشكلة. برضو فردت التانية. يبقى احنا بنقول كده نفرد الكرة الصغيرة الاول وبعدين الكرة الكبيرة، وبعدين تحطي الكرة الصغيرة جوه الكرة الكبيرة، الفرق الكرة الكبيرة كده زي ما احنا بنعمل اهو. انت عارفة لو عاوزة بقى تعملي الميني فطير من اللي هو يعني اصغر، تقطع معاكي مش اقل من 8 فطاير، 9 فطاير، على حسب القطعية بتاعتك. تقطع معاكي كمية كبيرة، فانت على حسب الحجم اللي انت عاوزاه. قلنا كده هنسيبها تريح الفطير كده، هنسيبه يريح شوية حلوين، مش اقل من نص ساعة، عشان تبقى الفرد بتاعها سهل معاكي خالص. سبتها تريح خالص زي ما قلت لكم كده. بندهن الوش بتاعها وتفرديها بقى. بص عشان مريحة معانا فترة، فهي بتتفرد بكل سهولة. كل ما تقعديها تريح هتتفرد معاكي بكل سهولة. ريحي العجين هتلاقيه تاخدي منه احلى فطير. حلوة دي صح؟ ريحي العجين تاخدي منه احلى فطير. هنكون مسخنين، اهم حاجة تسخين الفرن على اعلى درجة
تحطي الرف على اول صاج من تحت، وبعد كده تدوري الشوايه لو عندك البوتاجاز يعني، او الفرن بقى الغاز دي حاجه تانية. انا عندي البوتاجاز بتاعي عادي، البوتاجاز دوري الشوايه بتاعته و... وبحط الرف على اول فوق الصاج على طول، وتسخنيه تسخين حلو. اهم حاجه الفرن يكون سخن جدا. تحط تدوري الشوايه والنار من تحت، وهو هيطلع بالشكل ده تحفه. شايفين كده؟ نقلته بقى في الصينيه التانية، حاجه تحفه ما شاء الله. اللهم صل على النبي، حاجه جميله جدا. اعملوه في البيت ولا تشتروه ولا اي حاجه من دي، هيطلع معاكم جميل جدا. وبالهنا والشفا يا رب يعجبكم. واللي عجبه الفيديو ما ينساش يحط لي لايك ويشترك في القناة اللي ما اشتركش في القناة، وعشان تشجعوني والله، عشان مش بلاقي لايك ولا حاجة مش بعمل خالص. شكرا ليكم، باي باي.